بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم عبر قنوات الشركة الوطنية لدعوة التلفزة المغربية. نرحب بكم في أمسية رمضانية نواكب من خلالها تفاصيل هذه المقابلة التي ستنطلق بعد لحظات مواجهة جديدة للعناصر الوطنية التي تأتي من خلال أول ظهور لها بعد كأس الأمم الأفريقية، بعد الصراع الذي كان هناك في سان بيدرو. اليوم إطلالة جديدة لعناصر المنتخب الوطني المغربي في مواجهة أمام المنتخب الأنغولي من خلال مباراة ودية يحتضنها هنا الملعب الكبير لمدينة أكادير. واحدة من الصور الجميلة جدا التي المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يلعبوا اليوم بالقمصان الحمراء من نيابة المنافسة الكرة عند نايف أكاد. حضور ديال نايف أكاد يلعب الكرة ديالو مع إبراهيم عبد القادر دياز، رجع الكرة ديالو للخلف. وليد الركراكي قال بأننا سنواجه منتخب قوي جدا. هذه عملية هجومية، محاولة من جانب أيوب كعبي يحاول ينسر من الجهة اليمنى، ولكن في آخر المطاف إلى خارج الخط الجانبي للملعب. تماس لصالح المنتخب الوطني المغربي. الانطلاقات اللي كتجي مع البداية فهي مهمة جدا. كرة من جديد كترجع هذه المرة لصالح المنتخب الأنغولي، محاولة ديال الانطلاقة ولكن نايف أكاد في المكان المناسب. يحيى عطية الله يرجع كرة ديالو لمرابط. ابراهيم عبد القادر دياز باسلوب ديالو ممتاز، كيحاول امام مجموعه من اللاعبين، ولكن كانت هنالك مخالفه. يحصل على الكره، كره مغربيه مجموعه، لانه فعلا من خلال المعسكر الاعدادي ديال المنتخب الوطني المغربي ايضا التوجه ديالهم الى مدينه اكادير كانت اجواء رائعه جدا بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. نشوف هنا انطلاقه عمليه هجوميه لمحاوله فرصه داخل منطقه الجزاء، محاوله ديال الهدف الاول، كره لا تزال مغربيه، كره عند ابراهيم دياز كان يحاول ما امكن انه يصوب مباشره المرمى، ولكن في اخر المطاف كيرجع الدفاع وكيقوم بالتغطيه في الوقت اللي كان بالامكان ان نشوفوا الهدف الاول من خلال تمرير مرابط. نزل الكره ديالو بهدوء خط وسط. ابراهيم كيلعب الكره سفيان مرابط، خلف كل كيواصل كعبي الحصول على الكره. التمريره ديالو الجهه اليسرى واللمسه ديال اللاعب الياس بن صغير، اخذ ورد، عمليه ديال الاختراق، ولكن في اخر المطاف كتجي التغطيه. مخالفه كيقول الكرات اللي كتجي من جانب اللاعب دياز. كينطلق ابراهيم عبد القادر، عمليه هجوميه، تمريره جايبينها بشكل ممتاز، فرصه ديال الحصول على الكره، ولكن في اخر المطاف كيتمكن منها الحارس طريقه جيده. لاعب ونجم ريال مدريد قليل من السرعه كان بامكان زياش انه يتمكن من الكره. عمليه هجوميه من جديد لصالح المنتخب الانغولي بجهه اليمنى، هذه عمليه ديال اختراق. نشوف هنا المحاوله في اخر المطاف الى خارج الخط الخلفي، زاويه لصالح المنتخب الانغولي. الطريقه ديال الاختراق جات من الجهه اليسرى، عمل حصر، رجع كره أناحي كيبدا اللعب، أناحي كيلعب كره مع ابراهيم عبد القادر دياز، رجع كره ديالو تحضير الان عبقر، استلام، بناء الكرات من الجهه اليمنى، اخذ الورد ممتازه. حكيمي كينطلق بالكره ديالو ممتازه باتجاه من ابراهيم، كيخطف هنا مخالفه على مقربه من منطقه الجزاء بتعامل ذكي بانسلال زئبقي بشكل ممتاز. كينطلق ابراهيم عبد القادر دياز، كيحاول ما امكن انه يدخل صوب منطقه الجزاء. لاحظوا كيفاش انه حسب الكره وكانت هنالك المخالفه واضحه، عمليه مسك لاعب افونسو. حكيمي يتقدم، حكيمي يصوب، الكره ديالو مشات عاليه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. بذكريات مهمه جدا خاصه على السكان الجهه اليمنى. كره من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي، هذه عمليه الانطلاق. من ابرز المحاولات منذ انطلاقه المقابله. المنتخب الانغولي ينكمش، ولكن حينما يتقدم الخط الامامي كنشوفوا بعض المهارات الفرديه الراسيه ديال اللاعب باسينسيا كريستافا، هو بالطريقه ديالو بالاسلوب ديالو لعب الكره بهذا الشكل هذه، بهذه الطريقه هذه، حاول
لاحظونا الاسلوب بناء هكذا كرات مره اخرى. تحضير اخذ ورد ممتازه جدا. هذه عمليه هجوميه محاوله مغربيه فرصه ديال الاختراق ودخول داخل منطقه الجزاء كتمشي للجهه اليسرى بالصغير ماذا يفعل يدخل الكره ديالو ممتازه فرصه ديال صويبه محاوله ديال ابراهيم عبد القادر دياز. صويبه كان بامكانها انها تمشي صوب المرمى لولا العامل ديال الحظ وتواجد بعض اللاعبين المدافعين اللي خرجوا الكره الماضيه. اختراق ودخول كيظهر على انه بسلاسه من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. كره مغربيه من جديد. مرابط يغير تماما عند نايفه قرد. رجع الدخول كيظهر على انه بسلاسه من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. كره مغربيه من جديد. مرابط يغير تماما عند نايفه قرد. رجع كره ديالو مرابط. ابراهيم مسيلال الياس كره من جهه اليمنى الان. الاستلام من جانب زياش كيرفع الكره ديالو داخل منطقه الجزاء. البحث لمعاينه مدى جايزيه الحارس ديال المنتخب الانغولي داكروز اديسون. فالعناصر الوطنيه بامكانها الوصول الى معترك ديال المنتخب الانغولي. وهذه واحده من المحاولات. كره لعبات بشكل ممتاز في العمق. ايوب الكعبي اخذ ورد بين اللاعبين وتمريره جميله ممتازه جدا من جانب ابراهيم دياس. هنا الحكم كيدخل كيقول هنالك مخالفه. حكيمي يحصل على مخالفه. تولف هذه الكره بهذه الكيفيه كتصطدم بالجدار. رجعت مره اخرى ابراهيم عبد القادر دياس ممتاز المرارات ديالو الطريقه ديالو كيفاش انه قام بالمرور امام مجموعه من اللاعبين. هنا كتحس بالامكانيه الفرديه ديال هذا اللاعب يحظى بتصفيقات تشجيعات الجماهير في هذه اللحظات. لعبات كره من سفيان مرابط. ايوب كعبي وناحي حكيم زياش حكيمي. رجع كره مره اخرى. ابراهيم يلعب كره تمريره جانبيه الياس بالصغير من الجهه اليسرى. المراوغه المهاره الفرديه ممتازه من الياس كرفع كره ديالو ممتازه فرصه راسيه جميله. ايوب الكعبي كان قريب من اسكانها في الشباك. المهاره الفرديه وايضا الخبره ديال الكعبي في هكذا كرات عاليه. لاحظوا الطريقه ديال التعامل مع تمريره عرضيه جانبيه داخل منطقه الجزاء. شوف وسط لا اقرب يحيى عطية الله كينزل الكره ديالو بكل هدوء. الياس بالصير كيلعب الكره ديالو اماميه ولكن مشات مباشره صوب الحارس. الياس بن صغير نجمونا كونفرنسي. نذكر بانه اللائحه ديال الناخب الوطني وليد الركراكي وايضا اعدادا لهاتين المقابلتين يلعبوا اليوم امام انغولا والتالي امام المنتخب الموريتاني. سنعود للمعطيات. هنا عطية الله ينطلق الكره في الجهه اليسرى. الياس بالصغير كيحافظ على الكره ديالو كيرجعها عند ابراهيم عبد القادر دياز كيرفع الكره ديالو ممتازه الجهه اليمنى محاوله ولكن تغطيه ديال الدفاع. حكيمي زياش حكيمي كينطلق كيحافظ على الكره ديالو كاين خطا واضح. خطا واضح. الحكم كيخلي الامتياز مادام ان الكره مغربيه. كره عند أناحي كيلعبها مع عبد القادر. ابراهيم دياز كينطلق ممتاز المرور دخول داخل منطقه الجزاء. أناحي عمليه ديال التمرير وليسين بونو لعب الكره ديالو مع سفيان مرابط ممتاز كاين خطا كاين مخالفه. التمويل الجسدي توجيه بطاقه صفراء واضح. تدخل بقوه بطاقه كيحصل عليها كارمو دافيد ولكن كيلقاو العناصر الوطنيه الانسلال والمرور. زياش تمريره من الجهه اليمنى فرصه داخل منطقه الجزاء محاوله ولكن الدفاع كيدخل بعد ما كانت الكره بين مجموعه من اللاعبين. ايوب الكعبي كان تقدم للامام فالكره كانت في المتناول ولكن كتجي تغطيه دفاعيه ويبعد الخطر. بالمعطيات الدقيقه جوج ديال الاهداف. كره ملعوبه بهذه الشكل فرصه راسيه وممتازه من جانب نايفه قرد كيحصل من خلالها المنتخب الوطني المغربي على زاويه. الاعاده كتجينا كره تمريره من حكيم زياش راسيه من جديد محاوله تسجيل ومباشره نحو الزاويه مره اخرى. ضغط المغربي مستمر ولحيف محاوله جلب اللاعبين ديال منتخب انغولا.
شوفوا هنا التمرير في خط الوسط مع تغيير نحو الجهه اليمنى عمليه هجوميه. اشرف حكيمي يدخل داخل منطقه الجزاء كيحافظ على كورته ممتازه تمريره عرضيه ولكن التغطيه ديال هذه. لا تزال الخطوره مستمره للمنتخب الوطني المغربي عن طريق حكيم زياش يحافظ على كورته ولكن الحكم كيعلن على مخالفه كتجاب الشيء. ثم بعد ذلك انهزم في دور الربع النهائي امام نسور نيجيريا. كره بهذه الشكل للمنتخب الانغولي عمليه ديال الاختراق دخول داخل منطقه الجزاء محاوله ديال ابعاد الخطوره وفي اخر المطاف الى خارج الخط الخلفي للملعب. شوفوا بان اللاعبين الانغوليين كيحاولوا بالامكان انه يدخلوا داخل منطقه الجزاء يبحثوا على الحلول. كل الجهه اليسرى يحيى عطيه الله الياس بن صغير عطيه الله سفيان مرابط ابراهيم حاول ما امكن يمر من خط الوسط ما تمكنش من ذلك. أمسية رمضانية وأمام أنظار جماهير غفيرة جدا بحاجة إلى هنا الملعب الكبير مدينة أكادير لمتابعة هذه المقابلة. انطلاقة هجومية من الجهة اليسرى الياس بن صغير كيحاول يمر من الجهة اليسرى ذكريات بوفال. هذا محاولة من جديد في الخط الأمامي إمكانية ديال التسويب ترجع من جديد مغربية ما خرجاتش ينزل وناحي حكيم سياش حكيمي رجع الكره ديالو لسفيان مرابط سياش اخذ مراد كيفاش كل اللاعبين تقريبا ديال المنتخب الانغولي رجعوا للخلف. سفيان مرابط غير تماما الجهه اليمنى وناحي كينزل الكره ديالو هدوء رجع حكيم سياش كيرفع الكره ديالو داخل منطقه الجزاء تغطيه تلعب هذه الكره على مستوى الخط الامامي محاوله ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربه مرمى شوف صور غنيه عن كل تعليق جاي يطلع الياس بن صغير نسى الكره ديالو قام تمريره ممتازه. هذه عمليه هجوميه محاوله صوب حكيم زياش كيحافظ على الكره بالكعب. جميله حكيم زياش اللي في المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي كانت اجواء جميله ديالو كيتقاسمها مع اللاعبين. كره مره اخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي بهذه الكيفيه. اسماعيل ممتازه من الياس لعب الكره بشكل ممتاز حاول انه يلعبها في الزاويه البعيده. الياس بن صغير اللي اعطى اشارات واضحه على انه اندمج بشكل كلي على غرار ابراهيم. كرة بهذه الكيفية محاولة من جديد الجهة اليسرى انطلاقة بهذا الشكل محاولة ديال المنتخب الوطني المغربي. الياس بهدوء رجع الكرة ديالو ابراهيم اختراق امام جوج لاعبين مازال كيحافظ على الكرة ديالو الاسلوب ديالو الطريقة ديالو كيفاش ان الكرة كتكون لصيقة بالقدم بواحد الشكل ممتاز. كرة ممتازة لتسجيل الهدف. كعبي ضيع ما لا يضيع في لقطة جميلة جدا في محاولة كان بإمكانه أنه يضعف المرمى. خدات موضوع ممتاز كان بإمكانه أنه يعني يستثمر الكرة ديالو. لاحظوا هنا طريقة أسلوب اللي جات من خلالها تمريرة عرضية جانبية كتعطي دفعة معنوية للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. مخالفة كيقول الحكم. لاحظوا الطريقة ديال المرور كتجي مخالفة إذا وأيضا مساندة جماهيرية رائعة جدا في المدرجات. حكيم زياش مرور ممتاز قنطرة. هذه لقطة أكيد أنها في الإعادة غادي نستمتعوا بها أكثر لأنه من المهارات الفنية والفردية الرائعة جدا حكيم زياش. كرة من جديد المنتخب الوطني المغربي طريقة ديال المراوغة ممتازة. إبراهيم على قدر يحاول يمر مخالفة لا خيار لإيقاف هذا اللاعب
غير عمليه المسك. من الصعب حراسات نجم ريال مدريد ونجم المنتخب الوطني المغربي ابراهيم عبد القادر دياز. لاحظوا الطريقه ديالو، الاسلوب ديالو، شرح هو الاسم ديالو كامل ابراهيم عبد القادر دياز الفخور. نعم فخور بانتمائه المغربي، والذي ياتي ليكون اليوم في اول اطلاله، في اول حضور هنا بمدينه أكادير. يصوب حكيم زياش، يصوب تصطد، تعود من جانب المغربيه بالكعب من جانب من عبقار، ولكن فقط تغطيه من جانب الدفاع. ولكن التصويبه الاولى ديال حكيم زياش كانت قويه جدا، ما تمكنش منها الحارس داكروز اديسون، اللي خلى انه تكون امام اقدام مجموعه من اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. الان تحضير بهذه الكيفيه، تلعب اماميه صوب اللاعب ايوب الكعبي، كيحاول ما امكن يوصل الكره ديالو، خروج ديال الحارس داكروز اديسون اللي كيتمكن من ايقاف الكره. قلت بانه شوف ديال الدقائق اللي اضاف الحكم في هذه اللحظات يعلن حكم المواجهه على تفاصيل الجوله الاولى بالنتيجه المعروفه 0-0 بين الطرفين، في مقابله من الجمهور الوطني المغربي اللي متابعه مقابله اليوم ولقاء اليوم والصور العلويه، يعني ايضا تاكيد على ذلك. وكنشوفوا هنا الصوره التي تؤكد ان الجمهور واحد هدف ديال نبيل جواز الزيري، وايضا الناخب الوطني اللي كان ديك الساعه لدفاع محاوله مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. خلال بناء العمليه الهجوميه كيجي من القاعده الاولى من الدفاع مرورا بخط وسط. الان وناحي اختار كره مطوله اماميه بصوب الياس بصير تنزل الكره ديالو بكل براعه. محاوله ديال المراوغه امام مجموعه من اللاعبين، ثلاثه ديال اللاعبين توليرا ابراهيم عمليه الاختراق في منطقه الجزاء، تصويبه زاويه، كره مغربيه. زياش لعبها مع حكيمي، اشرف يرجع الكره ديالو ابراهيم يلعب كره بهذا الشكل، اخذ ورد مع حكيم زياش. كاين انسجام، كاين تفاهم، كاين تمريرات ايضا ناجحه كانت بينهما. كره عند أناحي، نزل الكره ديالو، كاين مخالفه واضحه، الحكم يعلن على مخالفه. كره بهذا الشكل مباشره تدخل الحارس، تلعب اشراك بلا جريبي ضيعه، مشات بهذه الكيفيه، صويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. صويبه جات من ليميرا فاديميرا، اللاعب اللي حاول ما امكن انه يهيئ الصغير. التمريره ديالو سفيان مرابط، محاوله ممتازه ابراهيم دياز، تمريره فرصه ديالو داخل منطقه الجزاء، يحاول ما امكن انه يلعبها بشكل جيد، ولكن هنالك تغطيه ديال الحارس الذي داكروز اديسون الذي وقف سد منيعا امام هذا الانسلال وهذه التمريره. هناك سقوط احد اللاعبين، كانت عمليه انسلال ممتازه، لعبها بشكل ممتاز ابراهيم، عمليه هجوميه بشكل. انطلاقه ديال أناحي، اشراك ابراهيم دياز، الان كينطلق يدخل محاوله ديال الانسلال، ولكن كتجي التغطيه. اكاديميه محمد السادس نادي قنيطري فتح رباطي، مشوار ايضا استمر وتوصل الى ان وصل للدوري الانجليزي. كره ممتازه، محاوله داخل منطقه الجزاء، عمليه ديال الاختراق، الحكم يقول واصل اللعب امام الاختراق لجمال الياس الصغير اللي حاول ما يمكن انه يوصل بعزيمه عمليه الانطلاقه. كره من ابراهيم يحاول يمر ويحصل على مخالفه لصالح المنتخب الوطني المغربي. من زياش ومن حكيمي، الان هل يجرب حظه ابراهيم؟ نعم، ينفذ هذه الكره شميله مباشره، تدخل ديال الحارس لابعاد الخطر. الحكم كيشوف بانه ضربه مرمى. لاحظوا هنا الكيفيه، الطريقه اللي جات من خلالها مانشستر يونايتد الانجليزي. امر مهم للمنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي غادي يكون هنالك تغيير ربما قادم، لان كنشوف المنادات على سفيان رحيمي من اجل
الاستعداد للدخول في هذه المقابله. محاوله اماميه، محاوله كتجي ترقب حكيم زياش كينطلق كيصوب، ترتد من الجدار. كره مره اخرى مغربيه، جهه اليسرى الياس، نعم كره ديالو يرجع مرة أخرى لصالح المنتخب الأنغولي، تعود دائما لصالح المنتخب الأنغولي، والعودة ديال حسين أوناحي اللي كيتمكن من الكرة. الياس بن صغير ينطلق في خط الوسط كيبحث عن المساندة، صعود ديال يحيى عطية الله في الجهة اليسرى، ولكن نايف أكرد يفضل الجهة اليمنى اللي فيها حكيم زياش، يحاول يحصر الكرة، تغطية ديال الكعبي ويفسح المجال للاعب المنتخب الوطني المغربي اللاعب سفيان رحيمي الذي يدخل لرقعة الملعب، نجم العين الإماراتي ونجم أيضا دوري أبطال آسيا. وهنا أيضا في الوقت اللي كنشوفوا هنا الانطلاقه ديال ابراهيم دياز، العمليه ديالو الانطلاقه، محاوله اختراق الدخول داخل منطقه الجزاء، الحكم كيمنح المخالفه للمنتخب. كره كترجع عند حكيم زياش بالبراعه، ببراعه كيتمكن من الكره ديالو، لعبها في الخط الامامي رحيمي، يحاول يوصل الكره، الحكم كيقول هنالك مخالفه لصالح المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه بشكل ممتاز، الياس بصير ماذا يفعل؟ اختار تمريره سفيان مرابط كيلعب الكره مع امير ريشاردسون يرجع لمرابط، تبعد الكرة بهذه الكيفية، الحكم يقول وصل اللعب. نعم هناك مخالفة واضحة، اسلوب لعب ابراهيم دياز ممتاز، الطريقة ديالو الانسداد ديالو يحسن على مخالفة، ضربة خطأ، الكرة ثابتة، القراءات التكتيكية ثلاثي منذ انطلاقة المقابلة على نفس المنوال، حديث مستمر متواصل. حكيم زياش تمريره بهذه الكيفية ثم تصويبها ديال شرف حكيمي، الشيء اللي كيخلي انه يكون متكامل في الخط الدفاعي. محاولة ممتازة حكيمي، استخلاص تمريره داخل منطقة الجزاء، تحدي كبير من خلال التمريره اللي اسماء تسعد باش انها تدخل لرقعة الملعب. شوف يوسف النصيري، وايضا متابعه ديال اسامه السوسي، كره ممتازه، هدف للمنتخب الوطني المغربي. سفيان رحيمي يوقع على هدف جميل من كره جانبيه عرضيه، كيتمكن من اللمس ديال الكره مباشره، كتجي الكره في الشباك. 1-0 للمنتخب الوطني المغربي، حدود الدقيقه 72 من خلال كرة تمريرة عرضية جانبية. كل الجنبات هنا ديال الملعب كبير مدينة أكادير يعني تحتفي بهذا الهدف. غادي نتابعوا الإعادة بدون شك. شوفوا هنا الانطلاقة من الجهة اليسرى، تمريرة عرضية جانبية، الدور ديال سفيان، دور ديال رحيمي اللي مشى الكرة ديالو، كانت هنالك التغطية، كان هدف النيران الصديقة غادي نشوفوا. نعم هدف جاء بهذه الكيفية بنيران الصديقة من اللاعب يوسف النصيري. مرة أخرى كرة مغربية، انطلاقة حكيم زياش كينطلق من الجهة اليمنى، عملية ديال المراوغة، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة، وإلياس بن صغير كان كيحاول باش أنه يكون هو السباق الكرة لولا تدخل ديال الحارس حكيم زياش بالمهارة ديالو، استلام من الجهة اليمنى. إذا كيغادر في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام حكيم زياش لتفاصيل هذا اللقاء أمام تصفيقات ديال الجماهير. في هذا اللقاء غادي نشوفوا الآن دخول ديال سفيان مرابط اللاعبان اللذان في المباراة. أسامة العسوسي إذا يدخل كيختار الجهة اليسرى، محاولة بهذه الكيفية، صوب رحيمي، نزل الكرة ديالو بهدوء، تمرير امير ريشاردسون، انطلاقه من الجهه اليسرى لاسامه السوسي،
تغيير كلي من الجهه اليمنى حكيمي ابراهيم دياز اخذ ورد بهذه الكيفيه. لاحظوا التبادل ديال الكرات العمليه ديال الاختراق، ولكن في اخر مطاف نعم هنالك مخالفه من الانسداد ديال ابراهيم دياز. المهم جوج ديال التغييرات مره اخرى دفعه واحده. كره اماميه رحيمي عمليه استخلاص سباق الكره، مخالفه كيقول الحكم لصالح المنتخب الوطني المغربي. محاولة اللي كتجي من الجهة اليسرى في البناء دياز، وايضا تواجد ديال اشرف حكيمي. تلفاد بهذه الكيفية مباشرة، تغطية دفاعية مباشرة صوب الخط. الجولة الثانية من مباراة اليوم، المنتخب الوطني المغربي متقدم. كرة ممتازة لعبها بقوة، لعبها ببراعة رحيمي، صوبها. كانت كرة صاروخية فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، بغتت الجميع، بغتت دا كروزا ديلسون بالاخص حارس مرمى المنتخب الانغولي. كيف هيئت بونو كيختار تمرير الكرة في خط الامامي. رحيمي خط الوسط، عملية ديال المرور. رحيمي كيحافظ على الكرة ديالو، ولكن الحكم كيعلن على مخالفة. كاسبر اختار تمريره عرضيه الجهه اليسرى. يحيى تطلال انزال، رجع الكره ديالو بهذا الشكل. رحيمي اخذ ورد ممتاز. هذا التبادل ديال الكرات، الانسجام الحاصل ومباشره الى خارج. كره تنفذ بهذه الكيفيه، محاوله من جديد، صويبه جميله، تقطيع ديال الكره. ابراهيم دياز كيفاش انه لعب الكره ديالو زيد الامام، بعد ذلك خد صويبه برجل اليمنى، حاول ما يمكن انه يبحث على الزاويه المناسبه يصوب. حاول الجهه اليسرى الان رحيمي، تمكن كورتو كينطلق. الصعود ديال يحيى عطية الله مع عمليه هجوميه، محاوله ديال اختراق، ما تمكنش في هذه اللحظات. مشارك الكرام ابراهيم دياز اول دور له رفقه المنتخب الوطني المغربي هنا في مدينه اكادير، وامام تصفيقات الجماهير التي تقف لتحيي هذا اللاعب وعلى مردوده وما قدمه في هذه المقابله. اذا سيغادر تفاصيل هذا اللقاء، يفسح المجال لدخول بلال الخنوس، ثم ايضا هنالك الياس بن صغير الذي يغادر هو الاخر هذه المقابله، ويدخل النجم السابق. متابعه جماهيريه، وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم المالي هبوط